تعالي بقى نعمل مع بعض شوية مكرونة وأقولك على أسرار وتركات أشهر المحلات في عمل صلصة المكرونة. بجد روعة. مش عايزة أقولك بجد هتخطفك كده من الجمال. يلا بس نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف طريقتنا إيه، ونشوف إزاي نطلع الصوص الجوسي ده بجد، والحمار بتاعها الحلو ده بتركات مميزة جدا، بتركات مختلفة عن أي حد بيعمل صلصة مكرونة. يلا بس ما نستعجلش ونشوف طريقتنا إيه. اول حاجه طبعا معايا الطماطم، معايا هنا حطيت شفشق من الطماطم هنضربهم في الخلاط دلوقتي. تركايه بقى حلوه جدا، وانا بضرب الطماطم هحط معلقه صغيره من الثوم المفروم بما يعادل من 4 ل5 فصوص من الثوم المفروم. ومعايا قرن فلفل حامي او بارد براحتك خالص مفيش مشكله، بس بيدوا نكهه حلوه جدا. هنضرب بقى الطماطم مع بعض بالمنظر ده. عايزه اقول لك بجد يعني جربيها وهتدعي لي ان شاء الله. هنا ضربنا صلصه المكرونه بالمنظر ده، نيجي بقى في حله على النار. هنزل معايا ببصل. على فكره انا عامله هنا كميه لان انا بشيل من صلصه المكرونه، ولما بحتاج منها بطلع اسلق شويه المكرونه واعمل منها على طول. فطبعا بصلتين كده متوسطين الحجم انا مخرطاهم على ايدي، ويفضل طبعا تكوني مخرطاهم بتفرق جدا في الطعم. بصوا بقى هنبدأ بقى نحمر التركية التانية، هنبدأ نحمر البصل بالمنظر ده. هتقولي لي نحمر البصل، هقول لك ايوه نحمر البصل هيديكي ريحه ونتيجه روعه جدا اكنك بتعملي تقليه. بس كده هبدأ بقى اضيف دلوقتي عصير الطماطم معايا بالثوم مع الفلفل. هنضيفهم مع بعض كده، ونبدأ بقى نحط توابلنا. توابلنا عباره عن ايه؟ اول حاجه هنزل هعزز اللون معايا، هنزل بمعلقه من معجون الطماطم صلصه الطماطم. مش عايزه براحتك خالص. مكعب بقى من المرقه وبيفرق جدا في طعم المكرونه، وكل المحلات بتحطها. هنزل كمان فلفل اسود معايا. هنزل بكزبره، الكزبره بتدي طعم روعه جدا صلصه المكرونه. نص معلقه صغيره كده من البابريكا، معلقه صغيره كده من السكر عشان بس حموضه الطماطم. وظبطي الملح بتاعك. بس كده هي دي توابلنا. نسيبهم بقى يتسبكوا كده مع بعض ويندمجوا كده مع بعض. هنا بعد ما اتسبكت معايا الصلصه، شايفين الصلصه بقت شكلها روعه ازاي وتقيله كده. وتعالوا بقى نشوف سلق المكرونه معانا. في حله كده معايا على النار هنسلق المكرونه مع بعض. انا استخدمت نوعين من المكرونه، نزلت بشويه ملح ومعلقتين كده من الزيت. بعد كده انا استخدم المكرونه الخواتم ومكرونه سباكيتي. تستخدمي نوع واحد براحتك خالص. انا بفضل الاتنين دول مع بعض جدا. نسلقها، وعايزه اقول لك يراعي ان انا اسلقها 3 ارباع سوا. ما تسلقهاش على الاخر 3 ارباع سوا، وهقول لك ليه في الاخر. بس كده. هبدا دلوقتي اول غلوتين معايا، اول ما المكرونه تنزل النشا بتاعها هبدا اشيل كده مج معايا من ميه سلق المكرونه، هنستخدمه في الاخر برضو. وهنا بقى خلاص كده. دلوقتي هبدا بقى شلت طبعا المكرونه مصفياها. وعلى فكرة ما بحطش عليها مية يا بنات، انا سلقت المكرونة وكانت الصلصة جاهزة معايا. نزلت بقى بمية سلق المكرونة المج اللي انا شلته على جنب. بتدي قوام كده للصلصة تحفة جدا، قوام كريمي مش عايزة اقولك بتفرق جدا في الطعم. هبدأ دلوقتي اضيف معايا المكرونة المسلوقة. بصوا المكرونة مفرفرة ازاي، انا كنت يا دوبك سلقاها وما سبتهاش خالص، ولا حطيت عليها مية باردة، يا دوبك سلقتها يا دوبك سقطتها في الصلصة على طول. هتبدأي بقى في الخطوة دي ان احنا هنقلب المكرونة بس كويس، وتغطي الحلة، ونسيبها 5 دقايق على نار هادية لغاية ما تشرب وتتشرب من الصوص بتاعها. انا بصراحة بحبها كده متوغلة في الصلصة. انت حابة تقللي الصلصة مفيش مشكلة، بس الطريقة دي الصلصة هتديك النتيجة روعة جدا. بس كده خلصت معايا. اغرفي بقى المكرونه بتاعتك، وبجد اي حد هيشم ريحه صلصه المكرونه هيحس ان هو واقف عند محل مكرونه ولا اجدعها محل مكرونه. بجد الطعم حكايه، الريحه تحفه. حابه ان انت تقللي الصلصه عن كده مفيش مشكله خالص، حابه ان انت تاكليها تعمليها بيضه وتحطي الصلصه من على الوش برضو بتبقى تحفه جدا. انت واختيارك. بجد مش هتندموا لما تجربوا الطريقه دي. يا ريت نصلي على النبي كده في الكومنتات، ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.